بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة أتكلم في حاجة مهمة جدا جدا وتمس الجميع بصراحة. احنا عارفين ان احنا عايشين في دنيا مش في جنة، وأكيد كلنا بنمر بمشاكل وبظروف وبهموم وأمراض وحاجات كتير كتير كتير. طبعا ده بيبقى ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، وده قدر ربنا، والمفروض ان احنا بنرضى وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الابتلاء او البلاء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيخلق لنا الداء بيخلق معاه الدواء. سعينا لان احنا نشيل هذا الداء بالدواء، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا وبيرفعه عنا. ولما احنا ما بنسعاش وبنقعد في مكاننا ما نعملش اي مجهود ولا نبذل اي جهد، خلاص. ولكن الامور بتبقى بسيطة جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، عالم بحالنا وعالم بظروفنا وعالم بكل اللي جوانا وقادر يرفعه عنا، ولكن هو لازم خطوة السعي اللي احنا واجب علينا وفرض علينا ان احنا نعملها. في مننا بيعملها وفي مننا لا. حابة ادخل في الموضوع على طول. عايزة اقول ان في اسرار كده وحاجات لما بتتعمل فعلا بتفرق جدا في حياتنا، بتختلف حياتنا، تحسها اهدى، وخصوصا لما بتكون الحاجات دي فيها قرب من ربنا سبحانه وتعالى، يكون فيها طاعة. بتحس ان ده العلاج اللي هو فعلا الحقيقي. احيانا احنا بنروح لدكتور عشان بنشتكي من عرض معين او شيء معين، في دكتور بيعالجك او بيدي العلاج اللي هو حاجة كده وقتية، وفي دكتور تاني شاطر ممتاز بيعالج الموضوع زي ما بنقول كده بالعامية من جذوره. ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بينا منا، هو أعلم بعلاجنا فين وإيه. علاج أي شيء وكل شيء في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومرضته، ده أولا وأخيرا. العلاج اللي أنا جايباه النهاردة إن شاء الله هو لا يجرب، الله لا يجرب. عالج ناس كتير، ناس كتير شفيت، مشاكلها اتحلت، أصبحت أهدى، أصبحت أسعد، بدأ يدخل لها الطمأنينة، الشعور بالراحة بعد فترة من العناء والتعب والمشقة. القصص كتير جدا جدا جدا، يعني أنا نفسي أقعد أحكي قصة قصة، ولكن القصص كتير جدا جدا لا تعد ولا تحصى. كل يوم بنسمع قصة جديدة وحكاية جديدة ومشكلة جديدة بفضل الله تعالى اتحلت وشفيت بفضل سورة البقرة. سورة من أروع وأجمل، القرآن كله رائع طبعا، ولكن سورة البقرة انتوا عارفين طبعا اللي بيقرأ سورة البقرة والبيت اللي بتقرأ فيه سورة البقرة ما بيقربوش السحرة ولا البطلة ولا حسد ولا أذى ولا أي شيء. بيت فيه سكينة، بيت تسكن الملائكة. لكن والله المواظبة على سورة البقرة وقراءتها، احنا نقرأها احنا بنفسنا ونعلم ولادنا، ده بتفرق كتير جدا بجد. هي شفاء للروح، شفاء للجسد، شفاء للنفس، شفاء للعقل، شفاء لكل شيء. الناس اللي بتعاني طول حياتها، في ناس أصحاب ابتلاءات كبيرة والله شفيوا بفضل سورة البقرة. ناس تزوجت مكانش معاها فلوس، لما واظبوا على قراءة سورة البقرة يوميا. حاجات كتير وأمثلة كتير وديون وحاجات كتير جدا، مش هقول جربوها،
ولكن أوصيكم بقراءة سورة البقرة كل يوم، وشوف الفرق والتغيير الرائع في حياتنا هيكون عامل ازاي. احنا مش هنتواكل، هنسعى في حياتنا زي ما احنا عادي جدا، هنلتزم بصلواتنا وأذكارنا وكل شيء، بس نخصص وقت لسورة البقرة، نقرأها بتمعن. قدرنا نقرأها مرة واحدة يكون أفضل. ما قدرناش، نقدر نقرأها على مراحل خلال اليوم. بلاش نحرم نفسنا من الصورة العظيمة الهائلة دي. صدقوني والله هتبقى بالنسبة لنا كده زي المية اللي بنشربها. في الأول بتبقى صعبة شوية، ولكن بالاستمرار ومجاهدة النفس بإذن الله بتبقى سهلة سهلة سهلة، مش هنقدر نبطلها بإذن الله. قراءة سورة البقرة يا جماعة، اللي عنده أزمة، اللي عنده امتحان، أي شيء، عليكم بقراءة سورة البقرة. ربنا يجعلها شفيع لينا يوم القيامة، ويجعلها يا رب يا رب خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.